يا صباح الفل. مش عارف الفيديو ده برضو في نفس الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هو هل الستات عندها قدرة انها تعمل الريفرس، ترجع تاني لزوجها القديم أو حبيبها القديم. بس أنا هنا يمكن بركز أكتر في الزوج، لأن هو اللي معاه العلاقة الكاملة، أحاسيس ومشاعر وتفاصيل وأولاد هل ممكن لما تخوض تجربة ما مع حد تاني ترجع؟ اوكي، ايه المشكلة؟ ولو افترضنا التجربتين في نفس التوقيت، يعني طبعا مش بتكلم هنا على الأخلاقيات، لأن طبعا مش قصدي هنا الناحية الأخلاقية، قصدي إن هي تكون عرفت حد في نفس التوقيت وهي متجوزة. طبعا أي مقارنة هتبقى لصالح الجديد. فبالتالي هل هي عندها القدرة يبقى عندها الصورة الأشمل والأوسع، وتعرف اللي كان جوزها عنده ميزات ما، عنده ميزة نسبية في حاجة معينة تقارنه بيها؟ أو هي إمتى اللحظة اللي هي بتحس إن هي ظلمت الراجل الأولاني؟ مش أول ما تحس بالندم أو بالخجل أو بس هل هي بتوصل لمرحلة اللي هي تقول لأ هو ما كانش يستحق كده، ده هو أخلاقيا كويس، أو هو اجتماعيا كويس، أو هو حنين على الأولاد أو حنين عليها أو تقدر يبقى عندها الفيجن العالية دي، ولا بتفضل الدنيا عندها محصورة عند الراجل الجديد اللي حبته، اديته كل مشاعرها وكل احاسيسها وعاشت معاه تجربة كاملة، مشاعر جديدة واحاسيس جديدة، فبالتالي ما عندهاش فرصة او اي مساحة ت- تفكر بمعقولية على جوزها. ليه انا ببص على السؤال دوت؟ لان زي ما قلت لكم برضه في الفيديو اللي قبل كده، الراجل عنده الحتة دي، ممكن بعد فترة يحس ان لا، هو ظلم الاولاني، او بمعنى اخر يبتدي يشوف فيها مميزات ما كانش شايفها. فاهم قصدي؟ ممكن يكون الراجل بطبيعته رؤيته للامور اشمل واوسع، يقدر عنده الرؤية، بدل الرؤية كبير شوية، فيقدر يقيم الأمور بشكل منصف. مش عارف، ده رأيي، ولو رأيكم مختلف قولولي. صباحكم زي الفل.